فيلم بيفتح عينه على كادر غريب ومريب، جدارية مرسومة بإيد فنان شكله كان شارب حاجة، لوحة مليانة طقوس غريبة وشعائر تخوف مرسومة بدقة وغموض، وفي الخلفية شغال صوت أغاني شعبية قديمة بنغمات تقبض القلب وتخلي شعر إيدك يقف. وبعدين الكاميرا بتتنقل على مشاهد لغابات بعيدة ومتغطية بالطلوع وجو بارد وكئيب يتعب النفس. ووسط الأجواء ديت بنتعرف على بطلتنا داني، بنت أمريكية شابة باين على وشها الهم والغم من قبل ما تتكلم حتى. داني مش عايشة حياة طبيعية، دي شايلة فوق كتافها جبل من القلق بسبب أختها تيري. أختها دي مريضة نفسيا بمرض اسمه اضطراب ثنائي القطب، يعني شوية تلاقيها في قمة السعادة والانبساط وفجأة بدون أي مقدمات بتلاقيها في حالة اكتئاب حاد ويخليها تفكر في الموت. تيري كانت بعتة لداني رسائل غامضة ومقلقة على الإيميل والتليفون، رسائل تخلي أي حد يجيله جلطة من الخوف. داني من كتر رعبها على أختها بدأت تتكلم مع كل اللي تعرفه، كلمت أصحابها وكلمت حبيبها كريستيان عشان تشتكي لهم وتشوف هيعملوا إيه في المصيبة دي. بس الصدمة هنا إن مفيش مخلوق كان مديلها اهتمام، كله كان شايف إنها بتهول الأمور ومكبرة الموضوع زيادة عن اللزوم. وفي نفس الوقت دوت كريستيان كان قاعد مع شلته اللي هم جوش ومارك وبيلي في قلب حفلة شغالين شرب وضحك وهزار. ولما داني كلمته وهي مرعوبة من القلق وبتعيط، رد عليها ببرود غريب وقال لها يا بنتي ما انت عارفة اختك، ما هي طول عمرها كده وده طبعها، فكك بقى ومفيش داعي للقلق اللي انت عاملاه ده والدراما اللي ملهاش لازمة. كريستيان كان بيتعامل معاها كأنها حمل تقيل وعايز يخلص منه، مش كأنه حبيبها اللي مفروض يشيل عنها. بس يا ريت الامور وقفت عند الكلام دوت، لان بعد المكالمة دي بشوية صغيرين الدنيا اتهدت فوق دماغ داني. الخبر الصادم والمفجع وصل لها وزلزل الارض من تحت رجليها. اختها تيري قفلت على نفسها وعلى ابوها وامها في قلب البيت وسربت غاز اول اكسيد الكربون اللي في الشقه كلها، وانتحرت وموتت معاها ابوها وامها. وكل ده حصل في لحظه واحده، والمشهد هنا كان يقبض الروح. خراطيم الغاز واصله للوشوش والموت مالي المكان. داني صحيت الصبح لقيت نفسها وحيده تماما في قلب العالم دوت، لا اب ولا ام ولا اخت، سندها في الدنيا اتمسح في ثانيه واحده، وبقت عايشه في كابوس حقيقي ملوش اخر. وصراخها وعياطها في الهوا كان يقطع القلب، وهي قاعده تلطم على حظها والوجع بياكل في قلبها. مرت شهور على المأساة دي وداني لسه زي ما هي بتعافر مع حزنها وألمها النفسي، وبتاكل في نفسها وتاخد مهدئات عشان بس تعرف تنام أو تتنفس. وكريستيان حبيبها لسه معاها، بس مش عشان بيحبها أو حاسس بمسؤولية ناحيتها، لا هو معاها من كتر العشم والإحراج، مش قادر يسيبها في ظروفها دي عشان شكله قدام الناس وما يبقاش ندل وكده. بس من جواه هو كان بيموت ويخلع. في الفترة دي كريستيان واصحابه كانوا بيخططوا ورا ظهرها لرحلة عمرهم، كانوا بيرتبوا انهم يسافروا السويد عشان يحضروا مهرجان صيفي. والمهرجان ده بيتعمل في قرية بعيدة ومعزولة تماما عن العالم، والقرية ديت اسمها هرجة. والمهرجان ده مش زي اي احتفال عادي، ده بيحصل مرة واحدة بس كل 90 سنة وبيستمر ل9 ايام كاملة من الطقوس والاحتفالات الشعبية القديمة. داني عرفت بالموضوع ده بالصدفة البحتة لما لقيت اصحابه بيتكلموا عن السفر والترتيبات قدامها، واتفاجئت ان كريستيان ما قالهاش ولا نطق بحرف. والحركة دي جرحتها في مقتل وحسستها بإهانة شديدة جدا، ولقيت ان الشخص الوحيد اللي فاضل لها في الدنيا بيخبي عليها وعايز يهرب منها ويقضي وقته من غير ما يشيل همها. دخلت معاه في نقاش طويل عريض، نقاش كان كله عياط وقهر وعتاب، وقعدت تلومه على بروده وعلى انه كان عايز يسيبها لوحدها وهي في قمة انكسارها. كريستيان طبعا ما كانش عايزها تيجي معاهم اصلا، وشايف ان وجودها هينكد عليهم في الرحلة. بس لما لقى وشها اتقلب وعيطت وبقت في حالة تصعب على الكافر، اضطر يوافق تحت الضغط والإحراج والذنب، وقال لها خلاص يا داني تعالي معانا. وبدأت الرحلة اللي أولها طيارة وآخرها مجهول يسد النفس. طول الطريق في الجو داني ما كانتش قادرة تمسك نفسها، والحزن كان لسه طازة وجواها مكسور، فكانت كل شوية تقوم تجري على حمام الطيارة وتقفل على نفسها وتقعد تعيط بحرقة عشان محدش يشوفها. وكريستيان قعد على الكرسي بتاعه ومش عارف حتى يواسيها ولا حتى مهتم يبذل مجهود عشان يطيب خاطرها، وكان بيبص في السقف وهو متضايق من المواقف كله. وأول ما الطيارة نزلت خدوا بعضهم وركبوا عربية في مشوار طويل ومعقد وسط الطرق الجبلية وغابات واسعة لحد ما وصلوا أخيرا لقرية هرجة اللي هي نائية وبعيدة جدا. وأول ما رجلهم عتبت المكان المنظر كان يبهر العين ويريح الأعصاب بشكل طبيعي جدا. حقول خضراء ممتدة لحد ما آخر عينك تجيب، مشرقة وجميلة، وناس لابسين هدوم بيضة ونضيفة زي الملايكة، وزهور بكل الألوان مرمية على الأرض.
ووشوش الناس كلها مبتسمة وبترحب بيهم ترحيب حار يخليك تحس انك دخلت الجنة. بيلي الصديق السويدي اللي هو اصلا من القرية دي وهو اللي عزمهم وجابهم معاه بدأ يقدمهم لأهل قريته ويقول لهم ان دول اصحابه من امريكا. اهل القرية رحبوا بيهم باحضان وابتسامات عريضة وقالوا لهم ان وجودهم هنا شرف كبير ليهم، وخصوصا انهم هيحضروا المهرجان الاكبر اللي ما بيحصلش غير كل 90 سنة مرة. وفي وسط اللمة دي ظهر زوجين بريطانيين تانيين خالص، شاب اسمه سايمون وبنت اسمها كوني. دول كمان كانوا جايين يحضروا المهرجان عن طريق صديق تاني من القرية اسمه انجمار، وكله كان فرحان ومنبهر بالهدوء والنظافة والطبيعة الخلابة، كأنهم في مكان معزول عن شرور العالم كله. وفي أول يوم ليهم في القرية وبما إن الجو كله فرفشة واحتفال، الشباب قرروا يقعدوا في الحقل وياكلوا نوع من الفطر المخدر اللي هو المشروم يعني، اللي أهل القرية بيزرعوه وبيستخدموه في طقوسهم عشان يغيروا المود. داني في الأول كانت خايفة ومترددة جدا وقالت لهم مش عايزة آكل من الحاجات دي لأن حالتها النفسية مش مظبوطة وخايفة إنها تهلوس. بس كريستيان فضل يضغط عليها ويقول لها يلا يا داني ما تقفليناش بقى، عيش اللحظة وخليكي مرنة عشان تتبسطي معانا. وتحت ضغط وزن داني اضطرت إنها توافق. وهنا بدأت الكارثة النفسية الحقيقية تظهر وتطفو على السطح. أول ما المخدر بدأ يشتغل في دمها المود اتقلب تماما. داني بدأت تتخض وتتشوش والأرض بدأت تتحرك تحتها والخضرة بقى شكلها غريب ومريب، وجالها إحساس مرعب بالخوف والبارانويا اللي هي جنون الارتياب، وبدأت تتخيل حاجات غريبة. شافت أختها تيري وهي ميتة ومشوهة بتظهر لها من وسط الشجر، وبدأت تسمع همسات غامضة في ودنها ودموعها نزلت غصب عنها من كتر الرعب. حست إن المكان كله بيكتم على نفسها وإن الوشوش المبتسمة دي وراها مصيبة. من كتر التعب والهلوسة دخلوا كلهم يناموا في أوضة نوم جماعية كبيرة تبع لأهل القرية، أوضة متقفلة ومليانة جداريات ورسومات غامضة على الحيطان بتمثل قصص حب وحرب. وداني نامت جنب كريستيان على الأرض وهي ما بتموت من الرعب وجواها دوامة نفسية سودة مش عارفة الصبح هيطلع عليها بإيه في المكان الغريب ده. وصحيوا الشباب تاني يوم الصبح والشمس كانت طالعة وحامية وضربة على دماغ الكل في مكان ما بيعرفش معنى الليل أصلا، لأن الشمس هناك ما بتغربش غير ساعتين تلاتة والنهار ملوش آخر. وده في حد ذاته بدأ يربك الساعة البيولوجية بتاعتهم ويخليهم مش طايقين نفسهم. النهاردة هو اليوم اللي المهرجان هيبدأ فيه فعليا، والقرية كلها كانت مقلوبة حركة ونشاط والناس لابسة تيجان وزهور بيضة ومبتسمين نفس الابتسامة الباردة البلاستيك اللي هي تقلق. أهل القرية جمعوا الضيوف كلهم الأمريكان والإنجليز وخدوهم لحتة معينة في أطراف القرية، مكان مفتوح بس تحس إن الهوا فيه واقف ومكتوم. المنظر من أوله كان غريب ومخيف وما فيش حد فيهم فهم هم رايحين يعملوا إيه بالظبط، لحد ما ظهر اتنين من كبار السن في القرية، راجل عجوز وست عجوزة وشكلهم مكركب ومعديين ال70 سنة بكتير. والناس العجوزة ديت كانوا راكبين على كراسي خشب فخمة ومتشالين فوق أكتاف رجالة القرية الأقوياء وكأنهم ملوك رايحين يتوجوا. والناس حواليهم بتغني أناشيد دينية بنبرة واطية وهمهمات تقبض الروح. وفضلوا ماشيين بيهم في موكب مهيب لحد ما وصلوا لحافة جرف صخري عالي جدا وجبل مقطوع نازل على صخور مدببة تحت. والشباب كانوا واقفين تحت الجرف بيتفرجوا ومستغربين وفاكرين ان دي استعراضات او حاجة تمثيلية من التراث السويدي القديم. لكن في لحظة النفس اتكتم والوقت وقف. الست العجوزة وقفت على حافة الجرف دوت وبكل هدوء وبرود ومن غير حتى ما تتهز او تصرخ رمت نفسها من فوق وطارت في الهواء ونزلت دب على الصخور اللي تحت. والمشهد كان وحش ودموي لدرجة لا تحتمل. داني حطت ايديها على بقها وجالها ذهول وعينيها طلعت لبره من الرعب وما كانتش لسه استوعبت اللي حصل لحد ما الراجل العجوز التاني وقف هو كمان على الحافة ورمى نفسه وراها فورا. بس الحظ الاسود لعب لعبته مع العجوز ده، هو نزل بس ما ماتش من اول مرة زي الست اللي ماتت لانه وقعته جت غلط فنزل على رجله والصخور قطعت جسمه بس لسه الروح فيه. والعجوز بدأ يصرخ صرخات مكتومة وبيموت من الوجع ويتلوى على الصخر. وهنا بقى حصلت أغرب وأرعب حاجة ممكن تتخيلها. أهل القرية اللي واقفين تحت بدل ما يجروا ينقذوه أو يتخضوا بدأوا كلهم يقلدوا صوت وجعه وصراخه وفتحوا بقهم
وبقوا يطلعوا نفس الآهات والولولة الجماعية بطريقة كأنهم بيشاركوا الألم أو بينقلوا الوجع لجواهم، والجو اتقلب لسيرك من الجنون. وسط الهستيريا دي طلع واحد من رجالة القرية الضخام ماسك في ايده مطرقة خشب تقيلة ومقلوظة، ونزل بيها فوق راس الراجل العجوز ده عشان يريحه من العذاب وينهي الطقس. داني والزوجين البريطانيين سايمون وكوني جالهم انهيار عصبي في مكانهم. كوني بدأت تصرخ وتعيط وتقول انتوا مجانين، انتوا قتلتوهم قدامنا. وسايمون شدها وبدأ يزعق في وش اهل القرية، هو مش مصدق المتوحشين دول بيعملوا ايه. اما كريستيان وصاحبه جوش فكان رد فعلهم غريب ويقرف. جوش اللي بيحضر دكتوراه في علم الانسان عينه كانت بتلمع من الانبهار الاكاديمي، وبدأ يمسك النوتة بتاعته ويدون ملاحظات بسرعة وكأنه لقاه كنز تاريخي. وكريستيان كان واقف مبهور هو كمان وشايف ان ده طقس تاريخي عظيم، وما كانش متأثر بمنظر الدم والموت اللي حصل قدامهم. داني حست ان بطنها بتقلب وان الدموية ديت لمست الحتة المكسورة اللي جوه قلبها، وافتكرت منظر اختها وابوها وامها وهم جثث، وحست ان الموت بيطاردها في كل مكان. حتى في الجنة المزيفة دي جرت من المكان وهي بتعيط وبتنهج بسرعة، حاولت تبعد عن التجمع دوت وتمشي على رجليها وسط الحقول وهي حاسة بتقزز ودمار نفسي شامل. الرعب كبس على نفسها لدرجة انها ما كانتش قادرة تاخد النفس كامل. ولما رجعوا البيت كريستيان بدل ما يقعد مع داني ويهدي خوفها ورعبها ويشوف البنت اللي بتنهار ديت، قعد مع جوش ودخلوا في خناقة تانية خالص. كريستيان فجأة وبدون مقدمات قرر انه يسرق فكرة جوش، وقال لبيلي انا قررت اكتب بحث الدكتوراه بتاعي انا كمان عن طقوس قرية هراجا والمهرجان دوت. جوش اتغاظ جدا ووشه جاب الوان لان ده مجهوده وتخصصه وهو اللي مرتب للموضوع دوت من سنين. وكريستيان داخل على الجاهز يلطش الفكرة لمجرد انه ما عندوش موضوع يكتب فيه، ولقى اللقطة هنا سهلة ومثيرة والأنانية بانت على أصلها. وكريستيان أثبت تاني إنه إنسان ما بيفكرش غير في مصلحته بس، وما فرقش معاه لا زمالة ولا فرق معاه حب. وفي الأيام اللي بعد كده الوضع بدأ يدخل في نفق أضيق وأغرب، والشعائر الغريبة ما كانتش بتقف. داني كانت عايشة وسطهم زي الغريبة، خايفة من كل لقمة بتاكلها ومن كل كوباية شرب بتشربها، ومش طايقة الجو العام، وحاسة إنها في حبل بيتربط حوالين رقبتها بالبطيء. والمهرجان ده المفروض إن هو احتفال بالفرح والربيع والصيف، بس كله طقوس وعادات، وكانت بتوحي إن في نية سودة مستخبية تحت الأرض، وإن الابتسامات ديت مجرد قناع. الرجالة في القرية كانوا بيعملوا مسابقات في منتهى الغرابة، الأكل نفسه كان طعمه مش مألوف وشكله مريب، ونظرات أهل القرية للشباب الأجانب بدأت تتغير، ما بقتش نظرات ترحيب، بقت نظرات حد بايعين بضاعة أو بيجهزوا لحاجة تانية. وفي وسط الهوجة دي داني كانت قاعدة في يوم لوحدها على جنب مكسورة وساكتة، وفجأة قعد جنبها بيلي الصديق السويدي اللي جابهم. وبيلي بدأ يتكلم معاها بهدوء ونبرة صوت ناعمة ومريحة جدا، سألها عن حياتها وعن حزنها. والأول مرة من فترة طويلة داني تلاقي حد بيبص في عينيها باهتمام حقيقي وبيسمعها. وبيلي قال لها كلام حلو أوي وطيب خاطرها، وقال لها أنا حاسس بيك وفاهم الوجع اللي في قلبك ده كويس جدا، أنا كمان أهلي ماتوا زمان في حريق كبير وأنا صغير. قال لها إنه يتيم زيها بالظبط وعارف يعني إيه الإنسان يبقى بطوله في الدنيا ومفيش حد موجود في ظهره. وحكى لها إن القرية ديت اللي هم أهل هراجة هم اللي احتضنوه واستقبلوه وعملوا له حياة جديدة وداوا جروحه بعد ما كان ضايع. وبيلي ما كانش بيتكلم لمجرد إن هو يواسيها، يعني ده كان بيلعب على أوتار حساسة جدا جوه دماغ داني، وبدأ يزرع في دماغها إن كريستيان ده شخص مش تمام، وإنه مش بيحبها بالشكل الكافي اللي يخليها تتسند عليه، وإنها بنت رقيقة أو تستحق حد أحسن من كده بكتير، حد بيهتم بتفاصيلها ويشيل عنها حمل الأيام بدل ما يسيبها تغرق في دموعها لوحدها. وداني كانت بتسمع الكلام وكان بينزل على جرحها، وبدأت تحس إن بيلي والقرية دي ممكن يكونوا هم الأمل الوحيد ليها وسط السواد ده كله. وبعدين بيلي خدها في الكلام وبدأ يشرح لها جزء من ثقافة وفلسفة القرية دي عشان يفهمها هم عايشين ازاي. قال لها إن حياة البني آدم عندهم متقسمة ل4 فصول زي فصول السنة بالظبط، وكل فصل ليه وقته ودوره الصارم. أول مرحلة مرحلة الطفولة دي اللي هي الربيع والشباب لحد سن 36 سنة، ده بيبقى فترة الصيف وده وقت السفر والحج والخروج بره القرية عشان يشوف العالم. ومرحلة النضج اللي هي الخريف وده وقت الشغل والإنتاج جوه القرية. أما الشيخوخة فهي الشتاء وده من سن 54 لحد 72 سنة، وده وقت التعليم والتوجيه ونقل الخبرات للأجيال الجديدة. داني سألته باهتمام طيب واللي بيتجاوز سن ال 72 سنة بيحصل له إيه؟ بيلي بص لها بابتسامة هادية وقال لها ببرود بيموت زي ما شفت فوق
الجرف حياته بتنتهي عشان يفسح مكان لدم جديد وروح جديدة، والقرية كلها كانت عايشة بنظام عسكري صارم ومقسمين الأدوار بالمسطرة. مفيش حاجة اسمها فرد أو حرية شخصية، كل حاجة بتتعمل بشكل جماعي، الأكل جماعي والنوم جماعي وحتى الوجع والموت جماعي. وفي الوقت اللي داني كانت بتستوعب فيه الكلام دوت، كان مارك صاحب كريستيان اللي هو الأحمق والتافه اللي على طول ما بيفكرش غير في الهزار والبنات، كان بيتمشى في ناحية معزولة من القرية وهو مش دريان بالمصيبة اللي هيعملها، ووقف قدام شجرة قديمة وضخمة وبكل غباء فك حزامه وبدأ يتبول على الشجرة دي، وهو مش عارف إن الشجرة ديت بالنسبة لأهل القرية شجرة مقدسة وبيسموها شجرة الأسلاف وبيحطوا فيها رماد موتاهم. في اللحظة ديت شافوا واحد من رجالة القرية اسمه أولف ووشه اتقلب لكتلة من الغضب الأعمى من الفعل الغريب دوت، وقرر في سره إن الإهانة دي مش هتمشي بالساهل وإن الحساب هيبقى غالي قوي. وفي نفس الليلة ديت مارك اختفى تماما من الأوضة ومحدش من أصحابه كان عارف هو راح فين ولا موجود في أي حتة. واختفاء مارك المفاجئ دوت ساب علامة استفهام كبيرة، بس الغريب إن أصحابه ما خدوش الموضوع بجدية كاملة في الأول لأنهم اتعودوا على طيشه وحركاته العبيطة، وافتكروا إنه ممكن يكون صعمة واحدة من بنات القرية في أي حقل من الحقول الواسعة ديت. لكن الجو في القرية بدأ يتحول لشيء يخنق وبقت فيها ريحة خطر حقيقي بيطير في الهواء، ريحة مفيش حد حاسس بيها بجد غير داني، واللي الحزن خلاها تقرأ النوايا اللي ورا الوشوش المبتسمة دي. هو في نفس ليلة اختفاء مارك وبعد ما الدنيا هديت والكل نام في الأوضة الجماعية الكبيرة، صحى جوش وفي هدوء من غير ما يصحي حد. جوش ما كانش قادر ينام، فكرة بحث الدكتوراه واللقطة الأسطورية اللي شافها كانت مسببة له هوس علمي. هو كان عارف كويس جدا ومن كلام بيلي وكبار السن إن تصوير الجداريات والألواح المقدسة في المعبد الكبير بتاع القرية ممنوع منعا باتا، وإن دي أسرار وعقيدة خاصة وما بيحبوش حد يطلع عليها ولا يوثقها بره مجتمعهم. بس ضمير البحث عنده حبة للتمييز شوية خلوه يقوم ويسرق الفكرة وما يهتمش بالقوانين دي. وجورج اتسحب في عتمة الليل الخفيفة اللي هو شبه الفجر لأن الشمس ما بتغيبش بالكامل، وخد الكاميرا بتاعته وراح ناحية المعبد الخشب المقدس، المعبد اللي كان مبني على شكل مثلث ضخم وغريب، ودخل جواه وبدأ يفتح الكاميرا ويسلط الفلاش على ألواح خشبية قديمة مرسوم عليها كتابات غريبة ورموز سحرية وطقوس قذرة، وفضل يصور بسرعة وإيده بترتعش من الإثارة والخوف. وفي اللحظة اللي كان مندمج فيها جدا وبيظبط كادر الصورة على لوحة معينة، حس فجأة إن في حركة وراه. في نفس السكون دوت سمع صوت نفس تقيل طالع من ورا ظهره، وجوش بيلف بسرعة وهو مخضوض، وفجأة ظهر له واحد من رجالة القرية الضخام في قلب الضلمة دي، والراجل ما كانش جاي يتكلم ولا جاي يزعق. المنظر كان مرعب لدرجة تشل الحركة. الراجل ده كان ماسك في ايده وش بني آدم، ولما جوش ركز في الوش تحت إضاءة الفلاش الضعيفة جاله شلل من الرعب. الوش ده كان وش صاحبه مارك اللي اختفى، والراجل المتوحش ده ما كانش بس ماسك الوش، ده كان لابس جلد مارك على وشه كأنه قناع، ومشر جلد رجلين مارك ومخيطها ولابسها فوق رجليه كأنها بنطلون جلد. ودي طريقة تعذيب وسلخ تاريخية مرعبة كانت قبائل الفايكنج بتعملها زمان مع أعدائها، واسمها بنطلون الجلد الآدمي. وجوش ملحقش حتى يصرخ أو يستوعب البشاعة دي لأن الراجل الضخم رفع في ثانية مزبة خشبية تقيلة ونزل بيها فوق دماغ جوش، والخبطة هرست جمجمته وصوته اتكتم في ثانية، ووقع على الأرض وسايح في دمه وسط الألواح المقدسة، وانضم هو كمان لقائمة الضحايا اللي القرية بتبتلعهم واحد ورا التاني في سكات وهدوء من غير ما حد يحس بيهم بره. وفي نفس الوقت اللي جوش كان بيتصفى فيه في المعبد، داني كانت قاعدة في المزرعة والنسوان بتوع القرية محوطينها بلطافة مريبة. أهل القرية بدأوا يعزموه عليها إنها تشارك معاهم في طقوس اليوم الجديد، واليوم دوت كان مخصص لمسابقة رقص مشهورة جدا عندهم بتتعمل حوالين عمود خشب ضخم متزين بالزهور واسمه عمود المايوبول. والطقس ده عندهم بيعتبر هو طقس خصوبة الأرض واستقبال الصيف. داني كانت حاسة بإنها مش قادرة، بس الستات فضلوا يجروا وراها ويضحكوا معاها ويلبسوها فستان أبيض مليان بزهور لحد ما خلوها تدخل الحلقة غصب عنها. وبدأت الموسيقى الشعبية السويدية الغريبة تشتغل، نغمات سريعة ومكررة بتلحس المخ، وبدأت الستات والبنات يرقصوا ويلفوا حوالين العمود في حلقة واسعة. والرقص ما كانش رقص عادي للتسلية، ده كان أشبه بسباق تحمل عنيف. الرقص كان بيفضل شغال وسريع، وكل بنت تتعب أو يغمى عليها وتتسطح على الأرض تخرج من المسابقة، واللي بتفضل صامدة للآخر هي اللي بتكسب.
تكسب. داني قبل ما تدخل الرقصة كانوا شربوها عصير غريب مخلوط بأعشاب ومخدرات قوية من بتاعة القرية، فكانت قاعدة ترقص وتلف وهي مش في وعيها الكامل، وحاسة إن العالم كله بيلف حواليها والشجر بيتحرك والورد اللي على فستانها كان بيتنفس وبيفتح ويقفل مع دقات قلبها، وفضلت تلف وتلف والتعب بياكل في جسمها، بس كان جواها طاقة غريبة ناتجة من المخدر ومن الكبت والحزن اللي جواها. كانت بترقص عشان تهرب من وجعها. الستات كانوا بيقعوا واحدة ورا التانية من التعب والدوخة لحد ما الإيقاع وصل لقمته، ولمحت داني وكمان لمحت إنها بقت لوحدها وما فيش أي ستات تانية واقفة على رجلها في الحلقة. وفي اللحظة دي الموسيقى وقفت وأهل القرية كلهم انفجروا في التهليل والتسقيف والهتاف باسمها، والستات الكبار جريوا عليها وشالوها وأعلنوا إن داني هي ملكة مايو، وده يعتبر أعلى وأقدس تكريم ممكن تديه القرية لأي ست. داني كانت مذهولة ومش فاهمة حاجة، بس لأول مرة من سنين تحس إنها محور الاهتمام وإن في ناس بتهلل عشانها وفرحانين بيها بجد. ولبسوها فستان ضخم جدا مصنوع بالكامل من آلاف الزهور الطبيعية الملونة لدرجة إنها ما كانتش قادرة تتحرك فيه، وحطوا على راسها تاج زهور هايل وركبوها فوق عرش خشب فخم وبدأوا يطوفوا بيها في القرية كأنها إله صغير، وهي قاعدة فوق العرش عينيها مبرقة وخايفة بس حاسة بنوع من الانتصار والتقدير اللي عمرها ما شافته من كريستيان أو من عالمها القديم البارد. وفي نفس الوقت اللي داني كانت بتتوج فيه ملكة وسط الهتافات، كريستيان كان في حتة تانية خالص من القرية بس في وضع مقرف ومغزي لأبعد حدود. أهل القرية ومن خلال تخطيط قديم من كبار السن كانوا مختارين كريستيان عشان يعملوا معاه طقس اسمه طقس التزاوج، وكان في بنت شاب من القرية اسمها ماجا، والبنت دي كانت حاطة عينيها عليه من أول ما جه وبعتت له تعويذ حب في الأكل والشرب اللي هو السحر الأسود المقرف دوت. وكبار السن في القرية فهموا كريستيان إنه القرية محتاجة دم جديد من بره لأنهم عايشين في مجتمع مقفول، ولو فضلوا يتجوزوا من بعض هيحصل أمراض وراثية وتشوهات، فبيستغلوا المهرجان دوت علشان يخلوا رجالة من بره يتزوجوا بنات من القرية عشان يضمنوا نسل سليم. وكريستيان طبعا ما كانش في وعيه لأنهم ضربوه بمخدرات قوية جدا لحست دماغه وشلت تفكيره وجسمه ما كانش معاه تماما، وخدوه دخلوه أوضة مقفولة مليانة شمع وجداريات غريبة، ولقى مجا مستنياه. والصدمة الأكبر إن الأوضة ما كانتش فاضية، كان في حوالي 10 ستات عجايز من القرية واقفين حوالين السرير، وكريستيان كان تحت تأثير المخدر، والستات العواجيز واقفين محاوطينهم وبيطلعوا أصوات غريبة ويغنوا أناشيد الخصوبة بتاعتهم. وفي نفس اللحظة اللي كريستيان كان غرقان فيها في مستنقع الأوضة المقفولة دي، داني كانت بره لسه شايلاها الستات فوق العرش وهم بيهتفوا بحياتها كأنها ملكة مايو، وكانت قاعدة وسط فستان الورد الضخم، والمخدر بدأ يروح من دمها شوية بشوية فبدأت تسترد وعيها وبتبص بعينيها وسط الزحمة على كريستيان مش لاقياه. سألت عليه واحدة من الستات الكبار بخوف وقلق، فالست طمنتها بابتسامة غامضة وقالت لها تعالي معايا يا ملكتنا أوريك هو فين. مشيت داني وراها بخطوات تقيلة وهي بتجر الفستان الهايل دوت، والست خدتها لحد البيوت الخشبية ووقفتها قدام باب الأوضة الجماعية اللي فيها الطقس القذر. الباب كان موارب سنة صغيرة، وداني قربت عينيها وجت على الفتحة من الباب، وهنا تلقت الطعنة اللي خلصت على الباقي من روحها وشافت كريستيان حبيبها وسندها الوحيد واللي سابت دنيتها كلها وجت وراه وهو بيخونها مع ماجا. والصدمة هنا ما كانتش مجرد خيانة عاطفية عادية، دي كانت رصاصة الرحمة على ثقتها في البشر. داني لفت وشها وجرت وهي مش قادرة تتنفس وحاسة ان الدنيا كلها اسودت في عينيها وان كل الوجع اللي عاشته بعد موت اهلها اتكون كله في اللحظة دي فوق كتافها، والخيانة جت من الشخص اللي المفروض يحميها من جنون المكان دوت. جرت لحد ما وصلت لساحة القرية، وقعت على ركبتها وسط الأرض وهي بتصرخ صراخ مكتوم يقطع القلب، صراخ طالع من حتة من جواها من روحها المكسورة. بدأت تبكي بحرقة وتنهج ونفسها بيتكتم من كتر القهر النفسي والدمار اللي جواها. وفي اللحظة دي حصلت حاجة غريبة جدا، الستات والبنات بتوع القرية اللي كانوا واقفين حواليها ما جريش عليها يطبطبوا بطريقة عادية، لا دول حطوها في حلقة ضيقة وقربوا منها جدا وبدأوا يبصوا في وشها المقهور ويقلدوا صراخها وعياطها بالظبط. كل ما دانك تطلع صرخة وجع الستات يصرخوا معاها بنفس النبرة والقوة، وكل ما تنهج أو تتوجع هما كمان ينهجوا ويتوجعوا معاها كأنهم بقوا جسد واحد. والطقس الهستيري دوت بالرغم من غرابته ورعبه لمس حتة فاضية جوا داني، لأول مرة تحس إن وجعها مش لوحدها وإن في
بشر حوالينها حاسين بيها وحاسين بالكسرة اللي جوه قلبها وبيشاركوها الألم بكل جوارحهم، مش زي كريستيان البارد اللي كان بيشوف دموعها حمل ونكد عليه، والنسوان حولوها لقطع منهم وامتصوا حزنها اللي جواها بقوا جواهم. وفي وسط الصراخ والولولة الجماعية ديت بدأت داني تحس بأول مرة بأمان غريب، وتدرك إنها ما بقتش لوحدها في قلب العالم، وإن عيلتها الجديدة مكونة من جماعة المجانين دول هم اللي فتحوا لها الباب ودخلت حضنهم بجد. وعلى الناحية التانية الطقس اللي جوه الأوضة خلص، وكريستيان بدأ يفوق لنفسه شوية من تأثير الأعشاب، وحس بالخزي والرعب من اللي عمله، وفجأة استوعب إنه عريان وسط ستات عجايز. جري وفتح الباب وطلع يجري في المزرعة وهو عريان تماما كالمجنون، وبيدور على هدومه وعلى أصحابه وعلى داني. وهو بيجري ورا البيوت لقى عربية نقل صغيرة مركونة، وبالصدفة بص في صندوق العربية من ورا لقى جثة صاحبه البريطاني سايمون متعلقة، وكانوا بيعذبوا الجثة. وده طقس تعذيب مرعب تاني عند الفايكنج اسمه نسر الدم. كريستيان رجع لورا وهو هيتجنن من الرعب، وفهم انهم في وسط مسلخة بشرية مش قرية سياحية. وهو بيلف عشان يهرب ظهر له واحد من رجالة القرية، وفجأة نفخ في وشه بودرة مخدرة بيضة وقوية جدا، والبودرة دي شلت حركته تماما، وكريستيان في ثانية وقع على الأرض زي لوح الخشب، عينه مفتوحة وشايف كل حاجة بس مش قادر يحرك صباع واحد من جسمه ولا قادر ينطق بكلمة، وبقى مجرد جثة صاحية ما فيهاش روح. الحركة شالوه رجالة القرية بكل سهولة وقعدوه على كرسي متحرك من الخشب وسابوه في الشمس وهو بيموت من الرعب ومستني المصير الأسود اللي القرية بتجهزهوله مع نهاية المهرجان. وجه اليوم التاسع والأخير، اليوم اللي الطقس الكبير كله هيقفل فيه. أهل القرية جمعوا كل اللي فاضل من الناس في الساحة الكبيرة، ووقف كبار السن يشرحوا للكل وبمنتهى الهدوء والابتسامة إن عشان الطقس يكتمل والقرية تتطهر من كل الشرور والذنوب اللي حصلت في 90 سنة اللي فاتت لازم يقدموا 9 ضحايا بشريين كقربان للأرض والآلهة القديمة. وبدأوا يعدوا الضحايا اللي جهزوهم عشان يطمنوا الناس إن كل حاجة ماشية حسب الكتاب والنظام. والأربعة الأولانيين كانوا من بره القرية إلى جانب اللي استنزفوا وتم تصفيتهم، أولهم سايمون وكوني والزوجين البريطانيين اللي اختفوا في أول الأيام ومحدش شافهم، وتانيهم جوش اللي اتمسك في المعبد وهو بيصور، وتالتهم مارك الغبي اللي مسكوه بعد ما تبول على الشجرة المقدسة بتاعتهم. والأربعة التانيين كانوا متبرعين من جوه القرية نفسها عشان يضحوا بنفسهم من أجل الجماعة. العجوز والعجوزة اللي رموا نفسهم من فوق الجرف الصخري في اليوم التاني، واتنين شباب تانيين من رجالة القرية الأقوياء، واحد اسمه إنجمار والتاني أولف اللي كان زعلان على الشجرة. ودول وقفوا بكل رضا وسعادة إنهم هيموتوا عشان قريتهم تعيش في سلام. كده بقى المجموع 8، وفاضل الضحية التاسعة والأخيرة والمهمة، ودي بقى ما كانتش ينفع تتقدم بالمنظر ده، كان ليها وضع خاص جدا وقرار مصيري. كبار السن في القرية وقفوا في وسط الساحة والكل كأن على رؤوسهم الطير، وأعلنوا إن الضحية التاسعة والأخيرة لازم تختارها ملكة مايو بنفسها. يعني القرار كله بقى في إيد داني. النظام عندهم بيقول إن في حالة لو المجموع وقف عند 8 الملكة ليها الكلمة الأولى والأخيرة، إما تختار حد بالقرعة من وسط أهل القرية المتطوعين اللي واقفين مستنيين الموت بابتسامة، أو تختار حد من بره يكون أذنب في حقها أو في حق المكان. وفي اللحظة دي جابوا كريستيان وهو مربوط في الكرسي الخشب ومشلول تماما ومش قادر ينطق بحرف ولا يرمش حتى من تأثير البودرة المخدرة اللي اترشت في وشه، وعينه بس هي اللي بتتحرك برعب وبتبص لداني بنظرة رجاء واستعطاف أخيرة كأنه بترجاها تشيل عنه الموت. داني وقفت بفستان الزهور الضخم بتاعها والتاج فوق راسها مخليها شبه الإله عندهم، استغفر الله العظيم يا رب. وبصت لكريستيان ببرود ونظرة طويلة خالية من أي رحمة، وافتكرت في ثانية كل حاجة، بروده معاها لما أهلها ماتوا، وخيانته ليها من ورا ظهرها، وأنانيته ومحاولته إنه يهرب منها ويسيبها لوحدها في قمة حزنها. وحست إن الشخص ده ملوش مكان في حياتها الجديدة، وإن وجوده كان هو العائق الوحيد اللي بيشدها للقاع والسواد. والتفتت لكبار السن وبإشارة صغيرة من راسها أخذت القرار المصيري واختارت كريستيان يكون هو الضحية التاسعة والقربان الأخير للقرية. وأول ما القرار طلع رجالة القرية هجموا على كريستيان وشالوه بكرسيه، وفي الناحية التانية كانوا مجهزين طقس مرعب يقبض الروح. جابوا جثة دب ضخم ميت وكانوا منضفينه من جوه تماما، واخدوا كريستيان وحطوه جوه بطن الدب الميت دوت، وخيطوا فروة الدب عليه بالخيط بحيث ما يبقاش باين منه اي حاجة غير وشه بس، وهو طالع من فتحة رقبة صغيرة من راس الدب كأنه مسجون جوه جلد الحيوان. والمشهد كان سريالي ووحشي بشكل لا يوصف، يوريك لأي مدى الناس دي
تتعامل مع الجسد البشري كأنه مجرد أداة في لعبة طقوسهم. وبعد ما خيطوا الدب على جسم كريستيان شالوه ودخلوه جوه المعبد الخشبي الكبير اللي على شكل مثلث، المعبد اللي اتملى في الساعات الأخيرة بكل جثث والضحايا الباقيين. وحطوا جثة جوش وجثة ماركو البريطانيين، وحطوا جنبهم المتطوعين من أهل القرية اللي كانوا لسه صاحيين وواقفين برضاهم مستنيين النار. ورصوا حوالين كريستيان والدب حيوانات متحنطة وقشوا زهور جافة، ودلقوا على كل حتة في المعبد وعلى الجثث والناس اللي جوه براميل من الزيت سريع الاشتعال علشان المعبد كله يتحول لنار في ثانية واحدة. وبره المعبد كانت داني قاعدة على عرشها الخشب المحمول ومتحوطة بالقرية كلها. الناس بدأت تمسك المشاعل المشتعلة والجو اتقلب لترقب مخيف، والهواء سكت تماما وبقاش مسموع غير صوت الأنفاس بتاعت كريستيان المكتومة جوه الجلد بتاع الدب وصوت همهمات كبار السن. وداني كانت بتبص على المعبد الكبير وعينيها مبرقة ومشاعرها متلخبطة لأقصى درجة ممكنة، مش عارفة المفروض تصرخ وتعيط على حبيبها اللي هيموت قدامها ولا تضحك لأنها أخدت حقها واتخلصت من آخر خيط يربطها بعالمهم القديم الملعون. والدوامة النفسية جواها وصلت لذروتها والكل مستني الإشارة علشان يولعوا في كل حاجة. وفجأة اتقدموا رجالة القرية بالمشاعل المشتعلة ورموها بكل قوة على جدران المعبد الخشب المثلث. في ثانية واحدة النار مسكت في الزيت والقش اللي موجود، والمعبد كله ولع في كتلة هايلة من اللهب الأحمر والأصفر اللي طار في السماء. والنار بدأت تاكل الخشب وتدخل لجوه تلتهم الجثث والناس اللي وافقت بكامل إرادتها. والوجع بره المعبد اتحول لحالة هستيرية جماعية. أهل القرية كلهم أول ما النار ولعت بدأوا يصرخوا ويولولوا ويتولولوا على الأرض كأنهم هم اللي بيتحرقوا جوه، وكانوا بينقلوا صوت صراخ الضحايا لبره علشان يشاركوهم طقس التطهير الأخير. وجوه المعبد المخدر بدأ تأثيره يقل عن جسم كريستيان، وتحت تأثير حرارة النار المرعبة استرد قدرته على الحركة والصراخ. بس بعد إيه؟ بعد ما لقى نفسه محبوس جوه فرو الدب والنار بتاكل في أطرافه بدأ يصرخ بصراخ مكتوم مش طبيعي، صراخ إنسان بيتحرق حي ومفيش أي مفر من موته. داني كانت قاعدة على عرشها على بعد خطوات قليلة والنسوان محوطينها وعينيها متثبتة على النار اللي بتاكل حبيبها. في أول ثواني وشها انكمش وبدأت تبكي وعينيها تدمع وحست برعب قاتل من منظر الموت البشع دوت. لكن في وسط الصراخ والولولة ولمعان النار على وشها حصل التحول النفسي الرهيب والأخير في شخصية داني. البكاء بدأ يقف بالتدريج ونفسها الهستيري بدأ يهدى، وبصت للنار وافتكرت إن العالم البارد اللي جت منه ما كانش فيه حد بيبكي معاها لما خسرت أهلها، وما كانش فيه حد مهتم بوجعها. والقرية ديت بالرغم من جنونها ودمويتها وفرت ليها العيلة والانتماء والناس اللي بتصرخ لصراخاتها وتفرح لفرحها. وببطء شديد وبكامل اختيارها بدأت يترسم على وش داني ابتسامة رقيقة غريبة ومرعبة في نفس الوقت، ابتسامة بنت لقت سلامها النفسي أخيرا وسط الرماد والجثث. والنار التهمت المعبد بالكامل وصوت كريستيان سكت للأبد وانتهى مع آخر خيط يربط داني بماضيها. والمبنى انهار وتحول لكومة من التراب الأسود، وداني فضلت قاعدة فوق عرشها ملكة متوجة وسط عالمها الجديد وبتضحك وبتتفرج على الدنيا وهي بتتحرق قدام عينيها وهي حاسة بقمة الراحة والانتظار. والمخرج هنا صدمنا كلنا في النهاية، لأنك طول الساعتين ونص بتفكر إن القرية هي الشر المطلق، بس في الآخر تكتشف إن الشر الحقيقي كان برود كريستيان وأنانيته، وإن الفيلم أصله فيلم حزن وبيتكلم عن الوحدة وإزاي البني آدم ممكن يقبل بالجنون والقتل لمجرد إنه يلاقي حتة ينتمي ليها وحد يحس بوجوده. الفيلم خلص وساب ورانا علامات استفهام كتيرة في الآخر، سواء كنت شايف إن داني بقت مجرمة ومجنونة زي أهل القرية أو إنها اختارت الصح عشان تريح نفسها من عذابها وجرحها. فالموضوع كله متساب لرأيك وتخيلك عن الوجع الإنساني لما بيوصل لقمته. ودي كانت رسالة المخرج. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك وتعمل لايك وتسيب لنا كومنت. كان معكم أبو طه، فيلم في التصبير.